السلام عليكم، يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم طبقات الكريب مع اللحم المفرومة والبشاميل. راح نحضرها بطعم كتير طيب وطريقة تقديم كتير حلوة ومرتبة. خلينا في البداية نبلش نحضر لعجينة الكريب. عندي هون 5 كاسات من الحليب السائل وحبتين بيض درجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح و3 معالق كبار من الزبدة الدايبة. بنزل عليهم 3 كاسات من الطحين. هلا بخلطهم مع بعض كتير كويس، أول أتأكد إنه يتمزجوا مع بعض بشكل كتير كويس بنزلهم خلال المصفاية لحتى أتأكد إنه ما في أي تكتلات، وبغلفهم بتركهم يرتاح لمدة ساعة كاملة. عندي هون كمية من الزبدة ومن الزيت. أول ما يدوبوا ويحموا مع بعض بنزل عليهم حبة بصل كبيرة فرمتها مكعبات متوسطة. بقلب البصلة. أول ما تدبل عندي البصلة بنزل عليها اللحمة المفرومة. هلا لازم نهرس اللحم المفروم كتير كويس لحتى ما يكون فيها أي تكتلات، ولا بنزل عليها قصفة من الروزماري بتعطيها طعم كتير طيب، وهي اختيارية تقدر تضيفي بدالها الريحان المجفف. هلا بنزل عليهم كمية من الثوم المهروس. بقلب الثوم مع اللحمة، وهلا بنزل عليها الفليفلة الملونة. طبعا الفليفلة هون إلك حرية الاختيار حسب المتوفر عندك. بقلب الفليفلة مع اللحمة، وهلا بنزل عليهم رب البندورة وبعطيهم تحريكة سريعة. أول ما تطلع ريحة تحميصة رب البندورة ببلش أنزل عليها البهارات. عندي هون الملح والزنجبيل والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، كمية بسيطة من القرفة والكزبرة المجففة. هلا بعطيهم تحريكة سريعة، وهيك اللحمة صارت عندي مستوية. هلا بنزل اللحمة جوات مصفاية لحتى أتخلص من كمية السوائل الزيادة الموجودة فيها. هلا بنحضر للبشاميل. عندي هون 4 معالق كبار من الزبدة. أول ما تدوب عندي الزبدة بنزل عليها 4 معالق كبيرة من الطحين. بقلب الطحين مع الزبدة. أول ما ينحمس عندي الطحين وتطلع ريحته بنزل عليهم 4 كاسات من الحليب الفاتر. بقلب الحليب مع الطحين بشكل كتير كويس لحتى أتأكد إنه ما في أي تكتلات. وهلا ببلش أنكه بالبشاميل. عندي هون مغلف من الماجي ومعلقة صغيرة من البهار الأبيض. تقدر تنكهي بالطريقة اللي بدك إياها، وهيك البشاميل صار عندي جاهز وهذا القوام المطلوب. وهلا لشوي الكريب بدي قلاية بدهنها بكمية بسيطة من الزبدة. بنزل فيها خليط الكريب على دفعات، ولازم تكون القلاية من نوعية اللي ما بتلزق. بصب الكريب في القلاية بهاي الطريقة، بحركه بهذا الشكل. ولازم تكون النار متوسطة لحتى يستوي معي الكريب بشكل جيد قبل ما ياخد لون. وأول ما يستوي معي الكريب من تحت بفصل عن الجوانب، وهي هيك استوى من تحت فصلت عن الجوانب. بنقلبها على الوجه الثاني لحتى نحمره، والكمية الكاملة بنعملها بنفس الطريقة. وهيك كمية الكريب عندي كاملة صارت جاهزة. هلا بغلفها بشكير مطبخ نظيف لحتى أحافظ على طراوتها. هلا بنحضر طبقات الكريب. عندي هون صينية حطيت فيها ورقة من الزبدة، بحط فيها طبقة من الكريب، كمية من البشاميل، فوق البشاميل اللحمة، بعدين بحط الجبنة. بعمل الكمية كاملة بنفس الطريقة. وأهم شي نوزع الحشو بالتساوي بين الطبقات. وتقدر تستعملي صينية مدورة حسب المتوفر عندك. وهي آخر طبقة من الكريب حطيتها. هلا بضغطهم ضغطة خفيفة مع بعض، بصب فوقها كمية البشاميل اللي ضلت عندي. وفوق البشاميل بحط كمية من جبنة الموتزاريلا. وهلا بدخلها على فرن محمى من قبل على درجة حرارة 180. الرف الوسط بولع الفرن من تحت لمدة ربع ساعة. بعدين بطفي وبحط الصينية تحت الشواية لمدة دقيقتين لحتى تاخد اللون المناسب. وهي الصينية صارت عندي جاهزة. هلا بخليها ترتاح مدة 10 دقايق لحتى بعدين نقدر نقطعها ونقدمها. تقطيعها بكون كتير سهل بجد. وصفة جديدة وطيبة، وطريقة تقديمها كتير كتير حلوة، والتحضير كتير كان سهل. وهي الأكلة الطيبة تقدم جنبها المشروبات الغازية. وشوفوا كيف الحشو موزع بالتساوي بين الطبقات. بنصحكم تجربوها. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية وصفتي لليوم. إن شاء الله إنها عجبتكم. إذا عجبتكم ادعموني بلايك وشير، وألف صحة وهنا.